مساء الفل. بنتكلم كتير على ايه المفروض نعمله اثناء الانترفيو والتبس والتراكس عشان نعمل انترفيو ناجح. بس في حاجة كمان احنا محتاجين نعرفها، نطمن ازاي ان الانترفيو بتاعنا بنسبة كبيرة مشي في التراك المظبوط. اول حاجة لما يكون الهايرنج مانجر او الريكروتر اللي قاعد معايا البادي لانجوج بتاعته بتعبر عن الاكسبتنس، يعني قاعد مهتم، بيعمل ايماءات، بيتابع الكلام، بيسمع كويس، مركز في الاجابات بتاعتك اكتر ما هو مركز في ايه هي الاسئلة اللي هيسألها لك. تاني حاجة مهمة جدا ان هو كمان بيعمل حاجة زي follow up questions، يعني انت بتتكلم في حاجة فهو ممكن يوقفك في النص، ودي حاجة ما توترناش. المفروض يعني نتحكم في جزء ان انا اقلل التوتر بتاعي لو حد سألني في نص المقابلة. يسأل حاجة زي مثلا follow up questions، ان هو انت في النص فبيوقفك فيرجع يسألك في details جوه التفاصيل اللي انت بتتكلم فيها. علامة كمان مهمة لو ده حصل في المقابلة، لو ابتدى يسألك عن ايه هي خططك المستقبلية. كمان لو دخل في الجزء الخاص بتكوين التيم، ايه هي الاستراكشر بتاعته، ريبورتنج لاين، التيم فيه كام موظف، فده معناه ان انت بنسبة كبيرة accepted. الوقت، لو لقينا ان المقابلة اقل من تلت ساعة فده معناه ان الهايرنج مانجر او الانترفيور اوقات بتبقى اقل من تلت ساعة كمان خلص الداتا بتاعته، فهو مش مقتنع قوي بالانترفيو فقفل قبل تلت ساعة. طيب لو هي زودت عن نص ساعة او فيما فوق بقى، فمعنى كده ان هو انترستد اكتر بالكواليفيكيشن والكابابيلتيز بتاعتك. طيب حاجة كمان مهمة جدا، لو الانترفيور استعان في المقابلة بحد تاني، يعني هو استعان في المقابلة بمثلا هايرنج مانجر او استعان معاه تكنيكال مانجر، فهو كده معناها ان هو موافق عليك وعايز كمان حد يأسست معاه او ياخد معاك النكست ستيب على طول in the same time، لان هو شايفك بتميت الاكسبكتيشن بتاعته من الانترفيو اللي هو عملها. فكل دي ديتيلز لو حصلت معايا في مقابلة بتأكد بنسبة كبيرة، طبعا يعني في اكتر في حاجات تانية غير كده، ان انا اكسبتد في الانترفيو. وجود بين يحصل ده كله واكون شورت ليستد ما اكونش اكسبتد. في ناس ممكن تبقى مثلا انسب للبوزيشن بحاجه تانية، بس برضو مش 100%. لو العلامات دي حصلت ان انا هاخد الاوفر، ممكن يكون في حد تاني كواليفايد اكتر مني في اسباب تانية مختلفه. بس بنسبه كبيره لو حصل ده في المقابله فده معناه ان انا ماشي المقابلة بشكل مظبوط وحافظ بقى على الريتم ده واعمل عليه development اكتر. يلا باي.